عسلامة ومرحبا بكم. دبرتنا اليوم كسكسي قمح بالحوت. حبيت نوريكم طريقتي كيفاه تطيب الكسكسي بالحوت، وخاصة كسكسي قمح ساهل راهو ما فيه حتى شيء وبنين برشا. اليوم مشيت قضيت مارشي سنترال، نلقى حوت اللمبوكة ما شاء الله طاغي في السوق. بريسك البياع الكل عندهم اللمبوكة. ما شاء الله على خيرات بلادنا. هذه هي اللمبوكة، تجي آخر الصيف وتقعد الخريف الكله، وتنجم تطيب بها كل شيء، خاصة الكسكسي والمقرونة، ولا تحطها في بلاتو تعملها مصلي، تجي مشوي مقلي اللي تحب. هذه هي الخضرة نتاعنا، بصل وبطاطا وقرع، هذيك الخضرة نتاع السلطة. هذا هو الكسكسي. باش نعمل رطل بركة كسكسي قمح. كل عادة كما أي لازم تعمل كل واحد شهوته شنو يحب. باش نفور شوية كسكسي جويد عادي، خاطر فما شكون ما ياكلش كسكسي قمح. هذا سلطان الغلة الهندي زاده ما يغيب على طعام في الصيف. نقشروه ونحطوه يبرد وتوا نبداو الطريقة نتاعنا. أول حاجة باش نطيب الحمص وحده. حطيت الحمص في كسرونة باش نفوحه شوية كركم وشوية ملح وفلفل أكحل، ونحط له الماء خلي يطيب وحده. تحب تطيبه راو في المرقة نتاعك طيبه، وما أنا حبيت نطيبه وحده خير. نحطوه يغلي يطيب وحده، ياخذ وقته بالكدا حتى لين يطرى. وبعد باش نفوحوا الحوت نتاعنا. كعبة الحوت غسلتها نظفتها، قصيتها ترانشات، وباش نفوحوها هريسة عربي، كركم، كمون وثوم وشوية ملح مش برشا. هيك نحيت لها الشوك نتاعها البراني الكل، كريتوها ما فيهاش شوك. هذاك علاش هي ياسر يطيبوا بها الكسكسي، خاطر ما تسيبش شوكها في المرقه. هذه هي الفحات. باش نحط لهم مغرفه زيت وشويه ماء، ونرقد فيها اللفاح هذاك، نرقد فيها كترونشات بتاع الحوت، ونحطها في الفريجيدير، خاطر الحوت نرميه في الاخر بالكل ما فيهاش يروح اللمبوكه كيما انواع الحوت الاخرى. ترمي الحوت في الاخر، اما شنو يلزم يكون مفوح مليح باش كيفاش باش يسيب لك النكهه في المرقه. باش بعد انت كي تاكل الكسكسي تلقاه نكهته النكهه نتاعو بالحوت، فهمتني؟ يعني مش بالضروره يطيب من الاول باش يسيب نكهته، لا، هكا كي يبدا مفوح هو وشرب لفاح نتاعو، كي تحطه وانتي في الاخر الدرج الاخراني هذاك سيب لك النكهه. هذا هو. توا نغطسه بالكدا هكا، تحطك الثوم خليه يدخل داخل، معناتها يشرب الحوته تشرب اللفاحات الكل. وتغطيه وتحطه في الفريجيدير، وتمشي تطيب المرقه نتاع الكسكسي نتاعك. هذا هو. بالنسبه للكسكسي القمح راهو سهل ما هوش صعيب. من الاول تبثبثوا بالزيت والكركم وشويه ملح، تبثبثوا مليح وترشوا شويه ماء وتحطوا يفور فوره واحده، لكن وقت اللي هو يبدا يفور ترشوا هو في الكسكاس، فهمتني؟ يعني الاخر الكسكسي العادي كي يفور يشرب السقا برشا. الكسكسي قمح لا، في ساعة يطيب وما يستحقش برشا، معناتها مرات باش ترشه تفويرة واحدة وهو يبدأ في الكسكاس ترشه بالماء. هذا هو. بثبتوه بيدينا بالقدا خليه هيك يتفوح بالقدا بالزيت والكركم ونحطوه يفور. توا باش نبداو كيما العاده المرقه نتاعنا. قلينا عندي قرينات فلفل حارين، قليتهم من الاول باش يسيبوا
شنو هو علاش نقليو الفلفل من الاول؟ باش شكل الزيت هذاك يبدا ماخذ النكهه نتاع الفلفل المقلي. تجيكم المرقه بنينه، راهو على نار هاديه، معناتها ما تخافوش، وطي في النار وطيب على روحك. وكل واحد ايش يحب، واحد يحب يعمل فلفل مقلي، واحد يحب يعمل فلفل طايب، كل واحد ايش يحب. به قصيت بصله جويده، رميتها مع كعبات ثوم مقشرين، خليه الثوم هكاكا ميسالش كعب. هنا مغرفتين طماطم كبار متاع ماكله وشطر، حليتهم في مغرفه هريسه وشويه ماء، خلطهم في الصحفه مع بعضهم، ومن بعد حطيتهم مع البصل والثوم يتقلاو. خليها تتقلى شويه ونفوحها وهي تتقلى، تتنحك القروسيه متاع الطماطم. وشنية لفاح باش نحطوا لها، بما انها فيها طماطم فيها هريسه، باش نحط لها ملح وتبل وكرويه وكركم وشويه فلفل اكحل هكا. هاو تجي خفيف، راهي المرقه نتاع الكسكسي بالحوت تجي خفيفه، ما تجيش قويه، ما تجيش حمرة برشا، يعني تجيش مركزه ياسر كونسونطري، تجي خفيفه، كسكسي خفيف يعني هكا. هاو فوحوها ونخليوها شويه تتقلى، نوسعوا بالنا، ومن بعد نزيدوها شويه ماء دافي ونرميو الخضره نتاعنا. توا نزيدها الماء دافي هكا، رميت البصل من الاول خاطر البصل ياخذ وقت، والبطاطا زاده قصيتها كبيره، كعبه البطاطا كبيره قسمتها على 2، باش نرميها زاده من الاول حتى البطاطا تاخذ وقت. كهو ونغطي طنجرتي ونخليها تغلي. نسيت الفلفل زينه، حطيت مغرفه. باهي هذيك عرفتوها شنية القفيله؟ هذيك تخلي لكم القفيله الزمنيه، تخلي لكم الكسكسي يفور مليح. باهي هاكا بدا يفور، توا باش نرشو شويه ماء مش برشا، ونحركو هو في الكسكاس. راهو الحكايه كلها يمكن نص ساعه، يعني ملي بدا يفور نص ساعة بين تفويرة، معناتها خذا الفورة الأولى ورشيته وخذا الفورة الثانية في ساعة، يعني الكسكسي في ساعة يفور. المرقة هيك تاخذ وقت تطيب الخضرة. توا مسيت تفقدت البصل بدا يطيب، البطاطا كيف كيف، رميت القرع نتاعي نفس الشيء، استنيت القرع لين ترى، وتوا باش نرمي تريفات الحوت هكا. ماذا بيكم ديما الطرف اللي فيه الراس تطيبوا بيه المرقه، خاطر انا باش نخلي طرفين نشويهم. اللي فيه الراس خاطر زيد يسيب برشا نكهه في المرقه. حطيت 3 تروف في المرقه وطرفين باش نشويهم مع كعبات السردين. هذا الكسكسي فور رشيته بشويه فلفل اكحل. السر اللي في الكسكسي القمح ما يعملش كعابر كيما الكسكسي الاخر، لازمك ترد بالك كريتو تعمله هكا تعمل معناتها تحركه بالمغرفه في ساعه يتحل. به توا حكيت درج كيكه 8 دقائق طاب الحوت، خاطر على نار هاديه، يعني الطنجره قرت زيتها وين رميتهم، استنيهم شويه للي يطيبوا باش ما يتهريش. وتوا باش نسقي الكسكسي متاعي، رميت قرن فلفل شقيته من داخل ورميته في المرقه. هذا هو الكسكسي متاعنا، حضر. الصورة تحكي وحدها غير ما نتكلم.
باهي، توا باش نشوي كعبات السردينة. حطيت دوب شوية زيت في المقلة وفوحته. بعدين كي نحيت تريفات الحوت ورميته في المرقة، السردينة نظفتها، قشرتها ونظفتها وحطيتها في اللفاحة هذاك، في الصحفة هذيك. خذيت اللفاحة هذاك نتاع الحوت وتوا باش نشويها، وحطيت معاها زوز طروف هذوك نتاع اللمبوكة. تحب تقلي يقلي، كل واحد اش يحب. ان شاء الله تعجبكم الدبارة، جربوها وتفكروني. راو الكسكسي قمح باللمبوكة بنة عالمية، ساهل، ما فيه حتى شيء. هكم ريتو هذا فطيرنا. حطيت شوية قارص مع كعبات السردينة لاتشا هما لا محالة. وهذاك صحين سلطة تونسية بالتفاح. ساعتنا كي يبدا موجود عندي التفاح نعملها بالتفاح، بنينة برشا. زيتون اخضر، فلفل مسيل، فلفل برلعبيت. وهذه الغلة نتاعنا. بسلامة وفي الامان.